عيونه شاخصة وشاردة وكأنه شبح إنسان، ينظر إلى الأرض ولا يكاد يرفع أعينه عنها. أصابعه ترتعش ولون وجهه مزرقا، ينظر يمنة ويسرة من دون أن يرفع رأسه، وكأنه يرى أشياء تخرج من الأرض لا نراها نحن. وفي ثوان يمكن أن يتحول إلى هائج عدواني مندفع لا يخاف، تراوده أفكار انتحارية ولا يتوانى عن إيذاء أقرب الناس إليه. ما سبق بعض من عوارض لكل من يجرب ولو لمرة واحدة أن يستنشق هذا السم الشيطاني. هو مخدر البوفا أو كوكايين الفقراء كما بات يعرف اسمه في المغرب. بضع جرامات من ذلك الحجر الأبيض الكريستالي بدولارات قليلة كافية لتدمير حياة شاب وعائلة كاملة، ومن ثم ربما المجتمع، لأن أخطر ما في البوفا أنه بات بمتناول الجميع في المغرب خصوصا الشباب. وعلى عكس المخدرات الكلاسيكية كالكوكايين والهيروين، تتزايد أعداد متعاطيه في المغرب جراء توفره في الأسواق نظرا لثمنه الرخيص، حيث يصل الجرام الواحد إلى 50 درهما، أي ما يعادل 5 دولارات، ما جعل البوفا مخدرا ليس كغيره وكفيلا أيضا بإثارة الرعب في كل البلاد، في ظل حقيقة مفادها أن جرعة واحدة فقط تكفي للسقوط في براثن إدمان مدمر يصعب التخلص منه. في ذلك الوثائقي سنذهب معكم في رحلة محفوفة بالمخاطر بالصوت والصورة إلى الأقبية السرية حيث يتم تصنيع كوكايين الفقراء في المغرب، مرورا بالمافيات التي تجني ثروات وقوى هائلة عبر ترويجه بين الشباب، وصولا إلى ضحايا البوفا الذين تحولوا إلى عبيد مخدر يجهل كثيرون أصله وفصله. قبل الدخول في تفاصيل كل ما ذكر، ربما يجب أن نفهم جيدا ما هو مخدر البوفا، كيف يتم تصنيعه. في ذلك الصدد توجهت كاميرا أخبار الآن إلى أكثر الأماكن خطورة وسرية، حيث تمكنا من لقاء أحد طباخي مخدر البوفا أو كوكايين الفقراء. كاين اللي كتجي حجرة، يعني حجرة كتكون مصنعة من الخارج. كاين اللي كتجي غابرة، يعني غابرة مسحوق من الخارج، كطيب هنا بحال اللي شفتو، كتخلط بكربونات الصوديوم والماء، كطيب واحد دقيقة ولا هادي حتى كترجع حجرة، وديك الساعة كتسكنو. يعني كاين تقدر تكون صناعة خارجية وتقدر تكون صناعة داخلية، ولكن كوكايين ماشي ديال البلاد، زعما ماشي ديال المغرب، فكتبقى دائما هي شي حاجة ديال برا ماشي ديال هنا. إذن هو الكوكايين العنصر الأساسي لمخدر البوفا، وهو ما يطلق عليه أيضا في الدول الغربية الكراك، الذي ظهر لأول مرة في الثمانينيات من القرن الماضي في أوروبا وأمريكا أيضا، حتى بلغت تلك الآفة ذروتها أواخر التسعينيات من القرن الماضي. من أجل الحصول على مخدر البوفا يجب خلط الكوكايين مع مواد كيماوية أخرى حتى يصبح قابلا للتدخين. أما اسم البوفا فوفقا لكثير من الخبراء يرجع إلى الصوت الذي تنتجه عند التسخين، بوفر، وبما أن مكوناته الأساسية لا تتوفر في المغرب فكان لابد من معرفة طرق دخوله إلى البلاد. تتحدث ترجيحات وتقارير عن أن المكونات تدخل مع المهاجرين من جنوب الصحراء، حيث يتم استغلال بعضهم كناقل للكوكايين عبر الحدود في أحشائهم، ومن ثم من أجل مضاعفة هامش الربح يتم استغلال فوائد الكوكايين وتحويلها إلى حجر صغير يدعى البوفا، وذلك ما تحدث عنه أيضا طباخ البوفا الذي التقطه أخبار الآن في المغرب. البلدان اللي معروفة كتجي من بوفا، كتجي من أوروبا، كتجي ماشي بوفا كوكايين، كتجي من أوروبا، كتجي من أمريكا اللاتينية، كتجي من جنوب الصحراء، عاد كتحاول بوفا أو كتحاول تما في المختبرات وكتجي محاولة، ولكن الأغلبية كيعدلوها هنا. بالنسبة للتحضير ديال البوفا بحال اللي كنعرفوا على أن هي كتكون حجيرات وكتعدل في مختبر، لكن حنايا هنايا في الشمال الأغلبية كنعملوها بيدنا. فهذا النص كنعملوه في المغرفة كتكون مخدومة، كنعملو شي حاجة كربوناتو، غير هيدا شوية بجوج الصبعين بيدنا، شوية ديال الماء، كنطيبو بحال اللي شفتي، كطيب كتخرج لنا حجيرات، كترجع حجرة، كنصافيوها، كنقطعوها طريفات،
كتكون عندنا الرذومه مواجده بالطافيه وكبلاطه ومتقوبه مع لابس ستيرو ديالها بكل شيء. وما أن تصبح جاهزة للاستهلاك، تبدأ رحلة كوكايين الفقراء إلى الشوارع والأزقة الأكثر فقراً في كل مدن المغرب، خصوصاً الدار البيضاء التي تتحدث فيها الجهات الأمنية أن مخدر البوفا ظهر مؤخراً بشكل كبير، حتى أن ولاية أمن الدار البيضاء تعاملت مع نحو 300 قضية في العامين 2022 و2023، وقد تم توقيف كذلك أكثر من 300 شخص بينهم قاصرون وفتيات. تقارير عديدة تتحدث أن أرباب مخدر البوفا بات من الممكن وصفهم بالقتلة بعدما تمكنوا من تحويل كثير من الأحياء المهمشة والفقيرة إلى سوق لترويج البوفا بأسعار مخفضة، ما يجعله في متناول الجميع، لا سيما الفقراء والشباب. ولأن تأثيره سريع وينتهي في غضون 15 دقيقة، فإن الشباب يبحثون دائما عن جرعات إضافية، ما يفاقم عملية الإدمان لديهم. الانتشار ديالها اصبح ما يسمى بالكوكايين الفقراء. كما كنعرفوا علاش كيسمى كوكايين الفقراء؟ لان الثمن ديال المصنعين اللي بداو كيصنعوا فيها داخل المصانع السريه ديال الكوكايين كيجدوا لها بعض شظايا الكوكايين، ديك البقايا ديال الكوكايين ماشي الاصليه، غير التفاعل ولا نقولوا الوسخ، كيجدوا معه البيكربونات والامونياك وكيعطيونا ديك الكريستال ديال البوفا، واللي كنعرفوها حنا في العلم ديال الادمان بالكراك، كيسموها هنا في المناطق بالكراك. هذا المشكل ديال هذا المخدر هو الخطوره الكبيره ديالو، هو الطاقه الادمانيه ديالو. الانسان اذا استعمله ولو مره واحده ولا جوج كيصبح مدمن عليه بشكل كبير، وهذا هو اللي كيأثر على الشباب وكيعطي ديك الاثار ديالو السلبيه، هي الاعتلالات النفسيه اللي كتوقع. مثلا الانسان كيرجع مندفع، كيمشي ديك الحاجز ديال الخوف، العدوانيه، الافكار الانتحاريه، فكيصبح الان الانسان خطر على نفسه وعلى المحيط ديالو وعلى العائله ديالو. هذا هو المشكل في البوفا كمخدر، من غير المخدرات الكلاسيكيه اللي كنعرفوها الكوكايين والهيروين، نظرا للتواجد ديالو في الاسواق والثمن ديالو الرخيص اللي كيصبح ان مثلا جرام 50 درهم، بمعنى كيكون في المتناول وممكن يستعمل واحد الطريقه كبيره ما بين الشباب. ولذلك وجد أرباب المخدرات طرقا شيطانية لترويج البوفا في أوساط الطلبة والشباب بشكل خاص، من خلال تسويقه على أنه تجربة مشوقة بسعر رخيص، وذلك ما أدى إلى انهيار منظومات اجتماعية وأخلاقية وصحية في أماكن كثيرة، مع الإشارة إلى أن مخدر البوفا يعتبر من بين المخدرات التي تصعب عملية التعافي منه، فذلك يستوجب نقاطا عديدة أهمها: التحلي بعزيمة قوية على الصعيد الشخصي، وعزل في مصحة متخصصة على الصعيد العلاجي، لأن ذلك المخدر يتسبب بآثار وعواقب أكثر سوءا وعنفا من تلك التي يتسبب بها الكوكايين، بداية من التحفيز الذهني مع الصداع وشعور المتعاطي وكأنه في حلم سرعان ما ينتهي، وهو ما يعرف بالهبوط الذي يقترن بالاكتئاب والقلق والصداع وعدم الارتياح الذي قد يؤدي إلى الانتحار. ولا ينتهي ذلك الشعور إلا بأخذ الجرعة التالية، وهنا تكمن خطورة الدخول في دوامة التعاطي والإدمان. وعلى المدى البعيد يتسبب البوفا في التالي: اتساع العيون، ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، التعرض للإصابة بنوبات القلب وضيق التنفس والسكتة الدماغية والصرع، إمكانية حصول آلام مفاجئة وعنيفة في البطن تستمر لساعات أو أيام، إلى جانب سوء التغذية وفقدان الوزن وتساقط الأسنان والشعر. كما أن الاستخدام المنتظم يرفع من احتمال بعض الاضطرابات الأخرى كالهلوسة والإثارة وعدم ضبط النفس والقلق، ما يؤدي إلى حدوث نوبة الهذيان المصحوب بجنون العظمة، وكثيرا ما تتفاقم تلك الأعراض حتى الوصول إلى الانتحار رغم تعاطي الجرعة التالية التي تصبح في مرحلة ما غير كافية أيا كانت كميتها. البوفا المشكل اللي قلت قبيله هي انك تعطيك مثلا دواعي ديال العنف، ديال الاكتئاب، الانتحار، الفكر العدواني، الرهاب الاجتماعي، كيرجع بعزله على المجتمع. هذه كل التهيؤات والهلوسات اللي كتقدر تعطيها هذا المخدر كيجعل الطبيب النفسي ان باش يعالجو خصو يمر بواحد المراحل. المرحله الاولى كيكون العلاج النفسي ديال مراحل الانسحاب المونو. الانسان ملي كيبغي ينسحب من هذه الماده كتنسحب من الجسم، اكيد كتعطيه واحد المتاعب في جسديه ونفسيه. خصنا نصاحبوا المريض من خلال ادويه اللي مخفضه للالم، الادويه ديال الاكتئاب، الادويه ديال النوم باش يقدر ينعس، الادويه ديال القلق، الادويه ديال بعض الحالات اللي كتكون لا قدر الله كيوصل حتى ديك الفصام او الانفصام في الشخصيه، تقدر تؤدي انك تمشي معاه في بعض الحالات لادويه اللي قويه في الميدان ديال الطب النفسي. الى جانب هناك العلاج الان اللي اصبح ما يسمى بالعلاج السلوكي المعرفي،
شنو هذا العلاج السلوكي المعرفي؟ هو ان الشخص كتخدم على العوامل التحفيزيه ديالو باش تكون عنده تقييم الذات ديالو، يقدر يقول لا امام الاغراء، وكنبين له سلوكيا شنو هذاك السلوك غير نافع، ونعرفوه بالخطوره ديك العلاج. كتكون حصص كتجلس معاه الاستماع، اما كتكون فرديه او لا جماعيه، من اجل ان نحفزوهم ان يكون عنده ديك القوه والقدره يخرج من ديك البراثين ديك المخدر. ثالث الحاله هي اللي كيكون الاستشفاء، الحالات الصعبه جدا اللي قلت لك خصو يكسع ينعس في السبيطار ديال الطب النفسي، وكيكون هناك المتابعه ما بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي، يعني البسيكولوج دوره مهم جدا. ومن أجل كل ذلك يبدو أن المغرب اليوم لا يحارب مخدرا عاديا، بل أبشع أنواع السموم، ما يحتم على الدولة القيام بخطوات عملية وعاجلة، منها زيادة مراكز علاج الإدمان، التركيز على أهمية الاحتضان الأسري للمدمن أو المتعاطي، وذلك ما يشكل أول الطريق لاحتواء المدمن والبدء في علاجه قبل إحالته على الطب النفسي. وهنا ثمة ضرورة لإرساء منظومة تعليمية وأخلاقية وأمنية متكاملة لإعطاء الشباب شعور القوة الحقيقي الذي يحتاجونه، لا الشعور بالقوة جراء النشوة بالمخدرات، خصوصا أن بين آثار التعاطي لهذا النوع من المخدرات الشعور بالقلق الشديد والتوتر وفقدان القدرة على النوم لمدة تصل إلى 4 أيام، ما يدفع البعض إلى استهلاكه مع أنواع أخرى من المخدرات كالحشيش الذي يمنع رغبة بالنوم. ومن أجل فهم التجربة وعن قرب أكثر، التقط أخبار الآن محمد، وهو متعاط سابق للمخدرات وناشط ميداني في مجال الوقاية من المخدرات حاليا. متعاطي المواد المخدره الاخرى، مثلا الا هضرنا الناس ديال الهيروين، فالهيروين عندها ادمان نفسي وادمان جسدي، يعني او المونو اللي كنسموها بالشماليه الانسحاب او المونو، كيكون عنده الحريق في الذات ديالو وفي المخ وفي الجسد ديالو. حاليا وشحال هذه كانوا الناس حتى فاش كيستعملوا البازي ما كانش كيجيهم الحريق في الذات بقدر ما كيجيهم الحريق النفسي، يعني دائما كيطلبوا الزياده، ودائما كتجي شي دوده في المخ ديالهم اللي كتقول لهم باقي خصكم. عكس دابا على ان كنسمع فيا الحريق فيا المونو، الذات ديالي كتحرقني، فكنخافوا على ان يكون هاد البوفه هذه مخلطه فيها حتى شي ماده ديال الهيروين، يعني شي ماده من المواد الافيونيه مخلطه مع الكوكايين، باش غادي تصبح واحد الماده منشطه او واحد الماده مهدئه اللي غتخلي هذاك الشخص كيفطن بالالم ديال المونو. من أوجه البوفا الضارة والسيئة أنه عادة يتم استهلاك ذلك المخدر في مناسبات احتفالية، ليس فقط من قبل الفتيان وإنما أيضا من قبل الفتيات، وعادة يكون ذلك في فترات الدراسة، ما يسهل استغلالهن على مستويات أخرى وكثيرة كامتهان الجنس والدعارة، وذلك الأمر يضع المجتمع المغربي أمام معضلات كثيرة وكبيرة كانتشار الأمراض المنقولة جنسيا والحمل غير المرغوب فيه، إضافة إلى مشاكل اجتماعية وصحية أخرى، ما يؤكد أن استهلاك البوفا ليس خطرا فقط كمخدر شيطاني، إنما هو مدخل أيضا لمجموعة من المشاكل الصحية والاجتماعية الأخرى، في وقت يبدو فيه أن كثيرا من المراكز المتخصصة لعلاج ذلك الإدمان ما زالت تنقصها الخبرة اللازمة في التعامل مع هذا النوع الجديد من المخدرات. بالنسبة لمخدر البوفا، وهو ما يسمى بمخدر البوفا الذي ظهر في السنوات الأخيرة، المعرفة ديالنا كجمعية بهذا المخدر ليست عميقة جدا، بحكم أننا فقط نلاحظ تواجدها على مستوى الشارع وعند الشباب، ولكن من خلال الملاحظة العينية المستقاة من خلال التدخل اليومي لمتدخلي الخط الأول الذين يتواجدون في أماكن تعاطي المخدرات، ومن خلال الاستماع إلى مجموعة من الشباب المعنيين باستهلاك هذا المخدر، ما يمكن قوله في هذا المستوى هو أنه يتعلق الأمر بمخدر جديد إلى حد ما. في طريقة الاستهلاك ديالو لا يختلف كثيرا عن استهلاك الكراك كآلية الاستهلاك ولا وسيلة الاستهلاك، ولكن بالنسبة للمحتوى المخدر بحد ذاته لا يمكننا أن نجزم أو أن نقول طبيعة المواد المستعملة فيه.
هناك من يقول على أنها هو خليط ما بين منشط الكوكايين والمهدئ الذي هو الهيروين. هناك من يقول على أنها يتعلق الأمر بمادة الكوكايين ممزوجة بمجموعة من المواد الأخرى. رغم كل تلك الصعوبات ما زال الأمل كبيرا بأن يصحو المغرب على يوم وقد انتصر فيه على كوكايين الفقراء بعد قطع دابر مخدر البوفا وتعافي كل من ابتلي به. يمكن أن تتعافى منه؟ نعم يمكن أن تتعافى منه، والدليل ما قاله الناجي معنا هنا من مخدر البوفا. البوفا شر مطلق ويسرق منك الحياة، واليوم أشعر وكأنني ولدت من جديد.